أهلا بيكم في المختبر الذكي. النهاردة هنكشف لغز بيحصل في بيوتنا كل يوم. تخيل كده، المشترك في الصالة عليه دفاية وغلاية وشاحن وشكله هادي خالص من بره، بس الحقيقة جوه السلك فيه معركة حربية شغالة. فعلا، وعشان نفهم المعركة دي لازم نعرف الثلاثي المرح في الكهرباء. الجهد فولتج، وده القوة اللي بتزق. تخيلوا زي ضغط المية في خزان فوق السطوح، وفي بيوتنا الضغط ده ثابت 220 فولت. التيار كارنت، ودول العيال الشقية أو الإلكترونات. كل ما تشغل أجهزة أكتر الزحمة تزيد جوه السلك، وبنقيس الزحمة دي بالأمبير. المقاومة ريزيستنس، وده البواب الرزل، جزيئات النحاس اللي بتعترض طريق العيال الشقية، خصوصا لو السلك رفيع أو مضروب. طيب وإيه اللي بيخلي السلك يقلب نار؟ قانون أوم يا سيدي. لما تحاول تعدي زحمة إلكترونات رهيبة، تيار عالي في طريق ضيق جدا، مقاومة عالية، بيحصل احتكاك وتتولد حرارة مدمرة. والأجهزة اللي بتسخن زي الدفاية والمكوى بتطلب واط ضخم جدا، فبتجبر المشترك يمرر تيار مرعب غصب عنه. يعني الفرق بين المشترك الأصلي والمضروب هو السلك؟ بالظبط. المشترك المضروب سلكه رفيع، مقاومته عالية، فبيتحول لنار. أما الأصلي سلكه سميك، فالعيال بتعدي براحتها في أمان. وإيه اللي بيحصل قبل الكارثة بلحظات؟ الكارثة ليها عد تنازلي. الحرارة بتتحوش، البلاستيك يسيح، ولما السلكين يلمسوا بعض بتحصل القفلة شورت سيركت. التيار بينط الأرقام خيالية، وتتولد شرارة كفيلة تولع في السجاد والستاير في ثانية. إزاي نحمي نفسنا؟ خليك مهندس في بيتك. بص على ظهر المشترك، لو مكتوب 10 أمبير اضربها في 220 يطلع لك 2200 واط. إياك تحمل عليه أكتر من كده. اوعى توصل مشترك في مشترك، ده أسرع طريق للحريق. الأجهزة التقيلة تتوصل في الحيطة مباشر. استخدم حواسك، لو شميت ريحة شياط أو سمعت زنة وطقطقة أو لمست السلك ولقيته دافي، افصل الفيشة فورا من غير تفكير. نصيحة أخيرة، العلم مش مجرد نظريات، ده أسلوب حياة بيحمي عيلتك. فهمك للي بيحصل جوه السلك النهاردة ممكن ينقذ بيتك بكرة، ودمتم في أمان الله. وفي النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعنا على صفحة نور ساينس اي اي عشان يوصلك كل جديد.